السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله تكونون بخير وبصحة وسلامة. طبعا اليوم بديت نهاري وياكم، وإن شاء الله راح أسوي وياكم فيديو روتين بالبيت، تنظيفات مثل ما تشوفون حبايبي. راح نبلش أول شي بغسل الماعين. طبعا هذا الجو مالتنا كلش بارد، فنتعاجز من غسل المواعين، غسل الطرمة، مسح، غسل الملابس، هاي الأمور اللي تدخل بيها الماء. بس شو نسوي بعد إحنا أمهات البيوت؟ لازم وين نروح لو تعوفيها مثلا من الليل تلقيها الصبح قدامك، تعوفي الصبح تلقيها الظهر قدامك. حبايبي حبيت أشارك وياكم، وإن شاء الله راح يحفزكم هذا الروتين. طبعا أكيد وانتو كلكم تعرفون تنظفون وهاي الشغلات، يعني ماكو وحدة بينا ما تعرف، أكيد كلكم تعرفون حبيباتي، بس أنا مجرد أحب أشارككم يومياتي. فمثل ما قلت لكم حبايب قلبي، اليوم راح نبلش غسل الماعين. وطبعا أثناء ما نغسل الماعين أنا أحب أشكر وكل من دخل للقناة وعلق لي تعليق حلو، واللي اشترك بالقناة، واللي خلالي لايك، وأي تعليق حلو. طبعا كلش تفرحوني وأني كلش فرحانة بيكم. طبعا ما أعرف شنو أوصف لكم إحساسي، كلش سعيدة بيكم، ويا ربي نكبر أكثر وأكثر إن شاء الله. وأتمنى أن يعني قناتي تعجبكم. والله يا حبايب يعني ما أعرف شو أقول. يعني حلو واحد يشوف إنه هو دا يسوي شي ودي يعني المقابل دا يعجبه. أنا صح ما مسوية فد إنجاز ولا مخترعة فد شي، بس لا يعني مجرد إنه أنتوا دخلتوا وعجبتكم قناتي، طبعا هذا الشي كلش فرحني. مثل ما قلت لكم حبايبي، أهلا وسهلا بيكم وعلى راسي، واتشرف بيكم، وأني كلش فرحانة بيكم. وإن شاء الله أني ما قصر وياكم، وأي شي تردونه إن شاء الله أني أسوي حبايبي. ومثل ما قلت لكم هنا أنا شوفوا غسل الماعين. طبعا أنا صح عندي هواية جدورة، بس مخلية هيج كم واحد استخدام، بس طبعا واحد ايش قد يشتري من هاي الجدورة، بس ما أعرف يعني مو زينة، تاخذ لون ما تنغسل، ما يروح اللون، لو شو تخلي لها منظفات أو جلف ما تروح. الفافون يخبل، بس تخلين عليه السيم وجلفة زينة يرجع يلمع. بس هاي ما أعرف يعني الجداري مع الأسف ما أدري حرامات بيها الفلوس. المهم حبايبي هنا مثل ما شفتوا خلصنا غسل الماعين. هسه راح نموصهم ونعليهم وانتو شو تقولون عليهم، ونشوف ايش راح نسوي اليوم. هي المواعين وين احنا نقدر نخلص من المواعين صبح وظهر وليل، ويا كل وجبة لازم غسلة المواعين، وإذا تعوفيها من وجبة لوجبة تتورطين، راح يصير عليك مراكم. شوفوا هنا شلون صاير اللون على الأطراف، يعني ما أعرف حرامات والله ما يروح، لو قد ما أجلفه ما يروح. بس ها هي يلا. المهم حبايبي هنا أنا راح نخلص المواعين مالتنا. أنا ما أحب أعلي المي، هسه نقول مي كلش قليل وهيك شي، لا أنا ما أحب أخليه عالي يطفر ويترس الدنيا وينقعنا على شنو. وإن شاء الله حبايبي روتين اليوم راح يعجبكم. طبعا هو روتين بسيط يعني مو فشي بيه، بس حبيت أشاركه وياكم، وإن شاء الله راح يعجبكم. هنا مثل ما شفتوا خلصنا الجدورة والطاوات غسلناهم، والقلاصات والكوابة. طبعا المي حار حتى حد يشجع نفسه بهذا البارد، الكل يضوج من غسلة الماعين، بس هي شر لابد منه يا حبايب قلبي أو حبايب قلبي. هنا خلصت المواعين تم بحمد الله، وخلصنا ونظفنا الحوض مثل ما تشوفون حبايبي. وشوف ايش راح نسوي وراها. هذا التل مال المواعين خلصناه. وهنا طبعا اني هاي محضرة تل الغداء،
وعندي بعد على الكاونتر. هاي مواعين نظيفة أخليهم، وهسه هرتبهم. وهنا حابة أغير هذا اللي مخليتها على الكاونتر، حبيت أغير. اشتريت عندي فرشة تشوفوها كلش حلوة وناسكة وسعرها كلش مناسب. طبعا مثل ما قلت لكم أنا الكاونتر مالتي مو هذا لونه، أنا مغلفته، فالتغليف من فوق مو مرات يعني الأولاد يستخدمون سكينة وأني ما موجودة، فشوفوا شلون صار. فأني حابة أخلي عليه فتشي، ومثل ما قلت لكم أني حابة أغير الكاونتر أو هالفترة ما أعرف، لأن أنا مو هسه أغير الكاونتر، عندي شيء أهم من هذا الشيء، يعني هذا الشيء ثانوي الكاونتر أعتبره حاليا. فأعتقد أنه أني راح أغلفه بلون ثاني، فمبدئيا راح أخلي هذا ونشوف الظروف هي تحكم الواحد. خليته هذا كلش حلو، المتر ماله ب1500، جبت مترين على قد الكاونتر، وجبت هذول الفرشات هم خليتهم هي شي كل يعني تغيير. مثل ما قلت لكم احنا يعني تقدرين تغيرين من نفسيتك، تغيرين من ديكور بيتك بأشياء كلش بسيطة بأسعار مناسبة، يعني مو إلا بأشياء غالية وأسعار يعني ما أعرف شنو، لا، واحد من الشيء البسيط يقدر يسوي بيته ويرتب. المهم الترتيب والنظافة، مو المهم الشيء الغالي حبايبي مثل ما قلت لكم. وهنا نشوف شلون خليته. هنا عندي ممالح حبيت أغسلهم، هم شوي صار عليهم تراب، يعني راح هاي حبايبي هاي كلش حلوة السقفة، هاي مال بخور حبيت أشوفها لكم، مسحتها ورجعتها. وهنا الكاونتر هاي صارت حسه يعني مبدئيا مثل ما قلت لكم خليت على اليمين، أنا ما أخلي هواية على الكاونتر، والكاونتر كلش صغير، مجرد الأشياء اللي أستخدمها الضرورية. مثل ما قلت لكم هاي الوحدة ب1000، وهذا المتر مالته ب1500، جبت مترين صار ب3000. وطبعا ذين الحافظات أنا كل فترة لازم أغير مال الملح والشكر، ما أجيبها بسعر غالي لأن أنا كل فترة أجدد، فعلى شنو أجيب بسعر غالي. المهم حبايبي طبعا أنا اشتريت 2 فبعد ما مخليتهم. ورا ما خلصنا الكاونتر وغسلت المواعين، أكيد الطباخ هم لازم ننظفه حتى نسوي عليه غدا ونرجع نوسخه كالعادة ونرجع ننظفه وهكذا، يعني هو احنا شنو عندنا. المهم حبايبي قلبي طبعا اكو وحدة هواية تقولي لا تقولين المهم، لا تقولين المهم حبايبي، اني ما اعرف يعني هي الكلمة تطلع من عندي ما اعرف ليش. هنا خلص المطبخ التنظيف كملته ومسحت الثلاجة والمجمدة والبراد. فهنا دخلت الغرفة مال الخضار مثل ما شفتوا. والله بعدكم ما شايفين المشتريات ما منزلته. هنا أنا حبيت أشتري هاي الكوشات، ألوانها كلش حلوة، مجرد تغيير. أنا كل فترة أجيب وأغير بكوشات، نغير بفرشات، نغير بأمور بسيطة، فنسوي تغيير بالبيت. حبيت أجيب هذا اللون يكسر الألوان اللي عندي الموجودة بهاي الغرفة، أكثرها بيجيات وقهوائي، ويعني هاي الأمور هسه انتو شايفيها غرفتي الخضار مالتي، فجبت هذا اللون يكسر. قلت عندي شجرة خضراء وعندي ساعة بها أخضر، فهذا اللون راح يقعد حلو. سويت الكوشات مثل ما شفتوا. طبعا على الكراسي أنا ما أخلي كوشات، يعني ماكو داعي، الكرسي هو يعني صغير فتخلي بكوشش راح يبقى من عنده، فبصير القعدة مرتاحة. ورا ما سويت الكوشات لبستهم إياه، هسه أنفض، أخاف أكو تراب أكو شي. تدرون جونا ما شاء الله احنا لازم متر صيف شتاء لازم تراب، بس بالصيف الله على التراب مال الصيف ما يخلص. هنا حبايبي دا أنفض، وشوفوا شلون صار قد حلو. ما أعرف ويا بعد تبقى أذواق، أني هذا ذوقي يعني حبيت إنه هذا اللون أكسر بيه الألوان مثل ما قلت لكم. وهنا هم أنفض باقي القنفات. أنا طبعا هي غرفتي كلش صغيرة، شالت لي قنفة وقنفتين وكرسيين، وعندي طابلات مخليتهم. هنا نفضت القنفة ورجعت الكوشات. هسه راح أمسح الأخشاب. هنا نشيل هاي الوردة ونشيل الفرشة اللي عليها وننفضها زين، يعني مو بس نشيلها لازم ننفضها ونمسح الأخشاب ونرجع كل شيء مثل ما كان. وحبايب قلبي اللي يعجب الفيديو مالتي أتمنى من عنده اللايك، وإذا ما مشترك يشترك بالقناة،
وأريد في التعليقات حلوة ترفعني من معنوياتي أو تشجعني حتى أستمر وياكم. هنا حبايبي مثل ما شفتوا احنا نفضنا مسحنا انتو غلسوا اذا اني يعني اسحق في شي انتو غلسوا عليه حبايب قلبي. مثل ما شفتوا احنا مسحنا الاخشاب ورجعنا الاغراض عليهم. وهنا هاي عندي طاولة كبيرة، طبعا هي تتخلى بالوسط بس اني مخليتها على جهة. هي الغرفة كلش صغيرة فواحد قد ما يقدر يلملم الاشياء. هنا حطي مثل ما شفتوا مسحت ورجعت الشرشف مالتها وراح اخليها. طبعا هاي ديكورات هاي كلش بسيطة عندي مخليتها مجرد تزيين. ومثل ما احنا كلنا نعرف انه الشي البسيط المهم الترتيب، المهم النظافة، اهم شي النظافة طبعا. هاي خليتهم مثل ما تشوفون. طبعا هاي شجرة مالتي اشتريت لها ردة فخاريات واشياء بس ما لقيت الشي اللي يعجبني فجبت هذا اللون، وان شاء الله راح اترسها حصو حتى تصير حلوة. وخلصت الغرفة نفضتها مسحت اخشابها كملت. هسه شنو وصلت مرحلة انه نكنسها. وهذا السلاح مال كل ام بيت شو تسموه سلاح لو تسموه سيارة المهم حبايبي هنا راح نكنس الغرفة وهاي خلص الغرفة تخلص عندنا. وإن شاء الله عجبكم فيديو اليوم حبايب قلبي. ومثل ما قلت لكم أتمنى من عندكم اللي ما مشترك يشترك، واللي تعلقوا لي تعليقات حلوة مثلكم. وأشوفكم بخير بالفيديو الجاي مع ألف سلامة حبايب قلبي.